السلام عليكم. اليوم الطبق اللي غنشارك معكم ساهل سريع، غادي نوجدوه في 10 دقائق ونديرو في الفران يطيب ونمشيو نديرو شغالاتنا. واهم شيء انه طبق متكامل فيه اللحم وفيه الخضروات والبنه. ما نعاودش لكم واعر، جربوه وغادي تاكدوا بنفسكم. توابل: كاين زيت الزيتون والبابريكا والملح والقزبره مطحونه والكمون، 4 توابل فقط او 3 مع الملحه. كنخلطوا هاد التوابل هادو وكنديروا عليهم مرصوات ديال اللحم. الا كان هاد اللحم ما فيش الدهن او ماشي من المنطقه اللي فيها يعني مدهونه شويه، زيدوا مرصوات ديال الشحم. خاص ضروري نديروا هاد المرحله هادي. صافي غادي نتبلوهم وغادي نرجعوا للخضروات ديالنا، نقيوهم ونقطعوهم مرصوات متساويه او شبه متساويه باش يستوي لينا الطبخ ديالهم كاملين. كنديروا البطاطس وهنا غادي نزوقوا كما بغينا. المهم هي اللحم يكون في وسط ديال الطبق اللي غندخلو يطيب في الفران، والباذنجان والفلفل الالوان والبصل والطماطم. انا البصل ما كانش عندي في الدار فما درتوش، يعني بحال انه طبق كدير فيه داكشي بقى عندك كله د الخضروات. دائما غالبا انا كنديرو في السبت بالليل او حتى بالنهار، ولكن غالبا بالليل. وهو طبق ما نقول لكمش ملي كيطيب يا سلام، زوين رائع سهل، حيت دائما حنايا خاصنا اللي سهل وسريع وفي نفس الوقت ناكلوه بنين. كنستمروا في التستيف ديال الخضروات يعني حول اللحم. وهنا غادي نجيب واحد الملعقه ديال الطماطم المصبره وغادي نخلطوها في الماء باش نزيدوها، باش نعطيو باش يعني يطيب اللحم ديالنا والخضروات في المرق. كان عندي مطيشه صغيره سوريز زوقت بها حتى هي، وفلفل حار ضروري كنديرو من الفوق. صافي غادي ندير الملح فقط يعني للخضروات، غادي نزيد الملح من الفوق والبابريكا يعني حيت الخضروات ما تبلناهاش. وغادي نزيد زيت الزيتون حتى هو، والطماطم اللي قلت لكم او ملعقه ديال الطماطم مصبره في واحد الكاس ديال الماء كبير، غادي نزيد عليها من الفوق. وغادي نسخن الفران ديالي وغنغطي مزيان اللاطه بالكارطه فورنو بالكاغيط الومنيوم. غادي نغطيه مزيان وغنديرو في الفران ديالي يطيب، شاعله عليه من الفوق ومن التحت. ملي يسخن مزيان كندير الحراره متوسطه وكنخليه يطيب حتى يطيب. نمشي ندير شغالاتي، ندير اللي بغيت ندير في هذا الوقت هذا، والطبق ديالي غيطيب. ومنين يطيب نحيدو عليه الغطاء ونخليوه يتحمر شويه، ياخذ واحد التحميره بصحه والراحه. كيجي خطير سهل سريع، ولكن المهم انه متكامل وبنين. يلا نخليت لكم المنول هنا. وإلا عجبكم الفيديو عجبكم الطبق خليوا لي لايك باش تشجعوني، واعجاب وواحد الكومونتير التحفيز. وحتى الفيديو قادم ان شاء الله وطبق جديد ان شاء الله. والسلام عليكم وربي يكون يعاون.